كان يا ما كان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان حجرا بين العدنان. حتى كان في واحد الزمان، ويا سيدي على ما حكاو ناس زمان. كان في واحد القرية كتعيش واحد المرا سميتها لالا طامو، عايشة هي والزوج ديالها على قد الحال. كانت عندهم دويرة صغيرة ولكن متولة ومحدقة. الزوج ديالها كانت خدمته على قد الحال. كانوا هاد الأزواج عايشين واحد العيشة اللي زوينة وما عندهم لا صداع لا مشاكل. إوا يا سيدي، مع الوقت المرا كانت اللي حملات وولدات كيتوفى ليها. هادشي كان كيخلي ليها حزن كبير في قلبها. ماتوا ليها 6 الوليدات، ها اللي مات الوقت ديال الولدة، وها اللي مات من مورا عام من الولدة ديالو. المرا كانت كبتهم شوية، ولكن في نفس الوقت عايشين في دارهم في الهنا وراحة البال. هي والزوج ديالها كانوا فاهمين وراضيين بقدر الله وحامدين الله على اي حاجة. ايوا يا سيدي، بقاو على هاد الحال والايام بقات كتمشي وهم على نفس الحال حتى وصلوا ل6 الوليدات. صافي هنا المرا فقدت الامال وقالت ما مكتبش ليها حتى هي تهز بشي بنية ولا وليد في يديها. نساو الموضوع هي والزوج ديالها وكملوا حياتهم وحمدوا الله. بقات الايام كتمشي وتجي، وكيف ما قلت لكم دارهم كانت كتشعل بالنقا، وكان واحد الجو اللي عندهم كينبع منه الدفء الأسري. كانوا يجلسوا يتحدثوا بجوج ويبقاو يضحكوا وناسين الهم ديال الدنيا. ايوا يا سيدي، مع الوقت الزوج ديالها مسكين مرض وطال المرض ديالو. الراجل طاح في الفراش، وكيف ما قلت لكم الحالة كانت على قد الحال. ايوا يا سيدي، الحالة المادية ديالهم تغيرات بزاف. ولات المرا كتهز واحد البقيرة هي اللي كانت في راس مالهم، وكتبقى تحلب حليبها وتهز وتمشي بها للسوق تبيعو. هاد البقرة تبارك الله كانت كتعطيهم حليب وفير، وكان الخير غير مدفق منها. حليبها كانوا كيبيعوه ويعيشوا بيه، يشربوا منه هما ويترزقوا بها الله. هاد البقرة يا سيدي كانت عاطياهم الخير، حليبها كان خاطر وزوين، حتى ولات المرا معروفة في السوق والناس كيتخاطفوا على هاد الحليب. المرا دورت الصريف وبقات كتقدا شوية للدار، وبالها مشطون مع الزوج ديالها، والحالة ديالها غدا وكتسوء، حيت الزوج ديالها كان عندها هو كل شي. كان كيونسها وكانوا يحطوا الراس على الراس، حتى ولات المرا وحدانية، حيت الراجل هاد المرضى ما بقات تخليه لا يدوي ولا يتكلم. كان غير مدور للحيط وناعس. كتجي لعندو وتجلس حدا راسو وتقول ليه: مالك زماني مالك، اش طرالك؟ حالك ما بقى كيعجبني. ايوا، الحمد لله، المؤمن موصى. ملي كنجي نجلس حداك كنتفكر الايام الزينه اللي كنا نديرو بالرده تاعي ونضحكو ونفوجو على بعضياتنا رغم الظروف اللي دوزنا. حامدين الله وشاكرين. انا بغيتك تقوى ليا وتنوض ونرجعو كيف ما كنا. امالك السي دريس مالك؟ الراجل تلفت لعندها وابتسم وما قد حتى يدوي، ورجع كمل نعاسو لحقاش الجهد ما بقاش عنده. فاتو شيام والراجل زاد عليها الحال وقدامو الأمانة أماتو. المرا حزنت على الزوج ديالها وبكات وعيطت على اللي يبكي معاها. جاتها الصدمة قوية، كانت كتقبل كل شي، ولكن الموت والفراق ديال الزوج ديالها جاها صعب من كل شي.
تحمد الله وتشكرو، سدات عليها في واحد البيت وبقات عاطياها غير الصلاة والعبادة وكتبكي وتدعي لله وتقول حمدتك يا ربي وشكرتك واسمح لي يا سيدي ربي إلا جهلت. الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، الله يرحمه هو وليداتو يا ربي الحبيب، وترحمهم وتجعل القبر ديالهم روض من رياض الجنة. إيوا يا سيدي المرا تشبتات في الدين ديالها ونسات قلبها، وكيف ما كتعرفوا طريق الله فيها الراحة والأمان. المرا بدات كتدخلها الراحة في قلبها وناضت باش تكمل حياتها، حيت ما يمكنش بيت المنى واليها وما بقات لاقية ما تاكل. ايوا يا سيدي الناس القبيلة كانوا عندهم هاد المرا مقطرة ليهم من العين. المرا كانت سبحان الله اللي قصدها كترح ربي البركة في رزقه، وكان عندها واحد الحليب في داك البقرة اللي عمر الناس ما شربوا في حاله. شوية بشوية ولات كتعرف راسها باللي عندها البركة، واللي عزمات ليه وقرات عليه القرآن بفضل الله كيجيب الله الشفاء. ولاو الناس يقصدوها ويحترموها. الناس كانوا عندهم هاد المرأة عزيزة ومقطرة ليهم العين، القبيلة كلها كتحترمها. وبقات المرأة على حالها، كل نهار تنوض الفجر وتحلب البقرة وتفطر فطورها وتضر في ركنتها وتشد طريق السوق وتبيع الحليب. ملي يتمسى الحال ترجع لدارها. بقات الأيام ماجة وحتى لواحد النهار كانت لالا طامو كيف عدتها جالسة في السوق، وكانت كتساين غير اللي يجي ياخد من عند هداك شوية د الحليب اللي كان باقي ليها. لحقاش هي كيف كتمشي للسوق كيجيب الله التيسير وكيتباع ليها الكمية كلها. هداك النهار كان باقي ليها غير شوية شوية وهي توقف عليها واحد البنت اللي كانت دايرة واحد الخمار على وجهها، هايزة في يديها تربية صغيرة، وهي تقول ليها سلام الله عليك لالا، سلام الله عليك يا بنتي، عاش حب الخاطر، بغيتي الحليب؟ لا لالا، بغيتك تعاوني الا كان ممكن. اييه بنيتي، الا كان عندي كيف ندير علاش لا، عاش حب الخاطر. بغيتك تخلي عندك بنتي، انا بغيت ندخل للسوق، بغيت نتقنتا شي تقضيه، وكيف ما كتشوف السوق عامر وبغيت نكرفس معايا البنيه. الله يرحم لك الوالدين، غادي نخليها عندك شويه ونرجع. اييه بنيتي، هي الاولى، عرات لي البنيه، بسم الله. ولكن بنيتي ما تعطليش، انا باقي ليا شويه ديال الحليب، غير يتباع وغادي نرجع لداري. واخا لالا، غادي نحاول ما نتعطلش عليك، وسمحي لي بزاف. واخا بنيتي. ايوا يا سيدي هادشي اللي كان. البنت مشات وكانت كتجري. لالا طامو ما قدات تشوف وجهها حيت المرا كانت دايره الخمار على وجهها. ايوا لالا طامو بقات عينيها للطريق كتساين باللي المرا ترجع وتاخد بنتها. هداك الحليب اللي كان مازال ليها جاب الله فيه التيسير وتباع، وكان جالس حداها واحد الراجل اللي من أطيب خلق الله، كان كيبيع زيت ديال الزيتون والزيتون، وحتى هو درويش وولد باب الله. على لا طام، واش داك التربية ومين جاتك؟ ايوا غير سكت. جات لعندي واحد البنت كانت لابسه الخمار، عطات ليا التربية وزادت، قالت لي غادي تمشي تخيا السوق وتجي، وكنشوف دابا فاتو جوج ديال السوايع ومازال ما جاتش. الحليب تباع ليا وبغيت غير نرجع للدار، والبنت كتبكي مسكينة فيها الجوع وما عرفتش اش نعطيها، حتى من الحليب تسالى ليا. ايوا ساين ساين شوية، يمكن المرا لقات الزحام. داكشي اللي كاين، انا غادي نزيد نبقى جالسة حتى تجي. ايوا هادشي اللي كان يا سيدي. المرا بقات جالسة وعينيها للطريق
حتى من الراجل بقى منسحة. الناس باعوا، واللي باع واللي شرا، والسوق ولاو الناس يجمعوا رحالهم، والعشية تعشات، المغرب قرب يودن، والبنت كتورور في يديها، والجوع والنعاس. ايوا يا سيدي، هزات السلة وقالت لداك الراجل: انا ما يمكنش نخلي هاد البنية كتبكي، غادي نمشي لداري، وغدا ان شاء الله غادي نجيبها معايا. انا ماشي انا اللي فلطيت، الام ديالها اللي خلاتها هاد السوايع كله، ولكن الغايب حجته معاه. الغد ان شاء الله نجيبها معايا. دابا البنيه غادي تموت غير بالجوع مسكينه، قطعت ليا قلبي. غادي نمشي للدار نوكلها، نبدل ليها ونرضعها باش تنعس شويه. ايوا واخا عندك الصح، ما عندك ما تبقى ديري دابا هنا. السوق الناس كلهم جمعوا رحالهم وزادوا خلفها. ايوا هادشي اللي كان. المراه رجعت لدارها ومعاها البنيه. ملي وصلات لقات البنت مسكينه وسخات حوايجها وجيعانه وكتبكي وعيات. ايوا يا سيدي، هزاتها وفسخات ليها حويجاتها، صبناتهم ليها ونشفاتهم ودوشات ليها وعطاتها ترضع. لواتها في واحد الخريقة حتى يبسو حويجاتها، وحطاتها ونعسات. وجات حداها اللطام وقالت: ما شاء الله على هاد البنية، شحال زوينة، البشرة ديالها بيضة، والشعر تبارك الله شايب. ما شاء الله، سبحان اللي صورها. شحال تمنيت حتى انا يكونوا عندي البنيات ولا وليد ونتونس انا وياهم. ايوا الحمد لله الحمد لله. ايوا يا سيدي، لاله طامو تكمشات حتى البنيه ونعسات. ايوا شويه ناضت كتبكي ليها مع الفجر، ناضت رضعتها تاني ولبساتها حويجاتها اللي كانوا نشفوا، وناضت وتوضات وصلات وفطات، وكتساين غير طلع الشميشه باش تخرج من الدار وتمشي تقصد طريق السوق باش تدي معاها البنيه وتسايل الام ديالها، حيت ليلة كلها وهي كتخمم وخافت لا تكون رجعت الام وما لقاتهاش. ايوا داكشي اللي كان. خدات معاها البنيه وجلسات. هاد النهار خدات معاها الحليب زايد باش تعطيه للبنت الا بكات. ايوا ها نتوما، النهار دايز والمرا ما جاتش. ايوا لاله طامو بدات كتشوش وقالت للراجل اللي حداها: ايوا شتي، حتى هاد النهار هذا داز، بحال هاد الوقت كنكون رجعت لداري، وكيبان ليا هاد المراه خلات ليا هاد البنيه وزادت. علم الله بظروفها. ايوا اش غادي ديري الا بغيتي عطيني ديك البنيه نديها تربى مع وليداتي. وعلاش غادي نعطي لك الامانه؟ ياك المراه حطاتها في يديا وغادي نخليها معايا امانه، وقتاش ما رجعت ليها امها غادي نعطيها ليها. ولكن كنتمنى ما تعطلش عليا، لحقاش غير ليلة البارح تعلق قلبي بيها وحسيت بالونيس، وما بغيتش نزيد نتعلق بيها وكتر من هكا وتجي تاخدها ليا. ايوا الله يصاوب لاله طامو، دير داكشي اللي غادي يسلكك. ايوا يا سيدي، هزات البنيه ورجعت للدار. ملي رجعات كيف العاده رضعاتها ونعساتها، وبقات كتشوف بيها وكتأمل في عويناتها وفي جمالها. ايوا يا سيدي، فات اسبوع على هاد الحال. الجيران سمعوا بهاد الكلام، جاو لعندها وكل واحد واش كيقول ليها. هي كانت المراه عزيزه على كل شي كان كيبغي ليها الخير. الناس جابوا ليها الحويجات، وحده جابت ليها السليله ديال التربيه، كل وحده وباش جادت على ديك البنيه. ملي جاو عند لاله طامو قالوا ليها: ايوا واش غادي نقول لك، ما يمكنش المراه تسمح في بنتها الا ما بقاتش باغياها، وعندها شي ظروف اللي صعيبه، ما كنظنش غادي ترجع موراها. هاد البنيه ما شاء الله وسبحان اللي خلقها، من اليوم حس بيها بحال بنيتك وربيها معاك، وحتى انت غير بوحدك، وربي الحبيب
عطاك الونيس وعوضك بهاد البنية. داكشي اللي كاين. أنا هاد البنت ولات عندي مقطّرة عليا من العين، وكنخاف لا ترجع عمها، وأنا ولفتها بزاف. لا لا، ما كنظنش الأم عاد غترجع دابا، واش من مبرر اللي غادي يخليها ترجع على أسبوع؟ هاد البنت عوض الله ليك حبيبتي، الله يبارك لك فيها، وشوفي ليها شي سمية باش تبقى تعيطي عليها. إيوا المرا فرحات ملي سمعت مع جارتها هاد الكلام، وفكرت في السمية وقالت غادي نسميها فرح، حيت فرحتها وعمرت عليها الدار. إيوا يا سيدي هادشي اللي كان، غير دخلت الفرح عندها للدار، الخير تدفق عليها، ولاو الجيران يجيبو، ها اللي يجيب الماكلة وها اللي يجيب اللباس، حتى ولات المرا ما كتمشيش للسوق، الخير وبيت المنى عامر. البنت كانت مريزيقة، ولهاد الشي جلست معاها وعطاتها الوقت كله، وبقات كتمشي ليام، وفرح ولات كتكبر وبدات كتلعب وتجري ودايرة الحس في الدار. لالا طامو عندها فرح مقدرة ليها من العين. البنت كانوا الصفات ديالها حسنة، كانت مأدبة ومخلقة من صغرها. لالا طامو داتها للجامع تعلمها القرآن، واخا في ديك الوقت كانت عيب البنت تقرا ولا تمشي للجامع، ولكن لالا طامو بغات البنت تكون واعية ومثقفة. البنت كانت فطينة وجمالها كان كيفتن، هي كتكبر وزينها كيكبر معاها. ايوا يا سيدي بقاو على هاد الحال، كانوا عايشين مع بعضياتهم كيف الصحابات. لالا طامو صرحت البنت وعاودت ليها كل شيء. البنت تقبلت هاد الشيء، وكانت عندها لالا طامو كيف ميمتها، واخا قالت ليها بلي ماشي هي ميمتها. بقات ليام كتمشي، واحد النهار من الايام الله، كان في الزمان الصيف، كانوا البنات كيهبطوا للواد ويديو معاهم الصوفة يغسلوها. هبطت معاهم فرح وجلست حتى الواد، البنات يطبلوا ويغنيو، ناضت فرح كتصبن داك الصوف وكانت كتنشرها باش تيبس عليها ويردوها في يديهم وتخفف شوية، وما جيت تمس الحال تتكون تقد راس داك الصوفة. هاد الوقت كان حتى الامير خارج هو وولد الوزير للصيف، وخرج للغابة باش يصادو، وهما يعياو وجلسوا تحت واحد الشجرة. هنا في هاد الوقت هاد الشجرات كانوا موراهم داك الواد اللي جالسين فيه البنات كانوا كيضحكوا ويطبلوا ويغنيو. ايوا الوزير، ولد الوزير والامير اللي سمعوا ضحك العيالات وهو يقول ليه: ايوا اسمع ليا، العيالات كيضحكوا وخالقين الجو غير بيناتهم. وناضي يطلع عليهم وهو يقول ليه الامير: اش كدير انت وعلاش كطلع على العيالات؟ حشومه. شويه وهي هو يبقى مبهور ولد الوزير: اجي انت اش كتشوف؟ سبحان الله، اجي يا مولاي تشوف اش بغيتيني نشوف؟ واش العيالات في الواد كيصبنوا وانا غادي نطلع عليهم؟ وغير زيد مولاي تشوف الزين، سبحان اللي خلقها. اش هاد الكلام اللي كنسمع منك؟ ما كنتش حاسبك انا انت بهاد الاخلاق هادي، كنتي كتبان ليا ولد مربي ومخلق، ولكن اليوم تبدي ليا العكس. لا 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 سيدي، وزيد حتى انت تشوف. ايوا انا جالفتو، ناض وطل واحد السطليله اللي كانت خفيفه شويه وعينيه تلمح فرح، وهي كتصبن الصوفة وتغني وتشطح، والشعر الذهبي كان كيطيرو الريح، والعينين اللي كانوا في لون ديال السما والما. بقى مبهور في جمالها. شكون هادي؟ ما عرفتش يا مولاي، انا البنات القبيله تقريبا كنعرفهم كلهم، ولكن هادي عمرني شفتها. واخا اسمع انت،
غادي تهز عينك عليها وغادي تسول دابا على أخبارها، وبنت من وفين كتسكن. هاد البنت سحراتني وكنتمناها تكون هي الزوجة ديالي. وهاد الوزير دهش ملي سمع الأمير كيقول هاد الكلام ونفذ الأوامر ديالو، وبقى يسول حتى عرفها بلي بنت لالا طابو. ورجع لعند الأمير وقال لي الغنت ليه: سيدي، أنا سولت لك على البنت، قالوا لي سميتها فرح وعايشة مع أمها اللي هي مرا كبيرة، وعايشين في واحد الدويرة على قد الحال. أمها كانت كتبيع غير الحليب في السوق. ونزيدك البنت راها مثقفة وواعية وكتقرا القرآن في المسجد. مم. تبارك الله تبارك الله. من فوق الجمال زيدها حتى بالفتنة والقراية. ايوا منها نخلق غادي نفتح الاب ديالي في الموضوع. ايوا هادشي اللي كان. مشى الامير عند السلطان وعاود له هاد الكلام. السلطان يا سيدي رفض في الاول، ما كانش باغي لولدو وبنت من عامة الشعب، كان باغي ليه اميرة ولا شي سلطان. ولكن الولد كان مصمم وقال منها يخلع. الام ديالو دخلات وقالت للسلطان يخليه يتزوج باللي بغا قلبه وما تفرضش عليه الزواج. ايوا هادشي اللي كان. السلطان وافق. هنا طلب منهم ولده اللي كان مدلل وكان الكلام اللي كيقول ما كيطيحش للارض. نفذوا كلامه، طلب منهم يمشيو معاه للدار ديال البنت باش يشوفوها ويفتحوا معها في الزواج. ايوا يا سيدي السلطان قاد وقامته اللي ما كانش يقدر حتى شي واحد يتفنفن حداه. جا حتى عند ولدو وما قد يطيح ليه الكلام. الام ديالو كانت واحد المرا اللي متواضعه وطيبه، وكانت ما كاينش اللي ما كيبغيهاش في داك المدينه وفي داك القبائل، حيت حتى هي كانت من بنت الشعب وكتحس بالدرويش. المرا قنعات الزوج ديالها ومشاو في العربة وقصدوا الدار ديال الأم فرح. ايوا يا سيدي مشاو على غفلة، ما علموهم ما خبروهم حتى دقوا عليهم. ايوا لالا طامو ملي حلت الباب دهشات وما عرفت راسها باش تبلاد، حتى شافت السلطان ديال البلاد واقف هو ومرتو وكان وحداهم شي حراس. ايوا يا سيدي حنات راسها واحترمتهم وقالت: مرحبا بمولاي، نهار كبير هذا، واش انا كنحلم ولا فايقه؟ ترحب بك الجنه لاله، وسمحيني لنا على هاد المجيء على غفله. انت مولاي اللي سمحوا لينا، وحنايا غير ناس دراوش على قد الحال، زيدوا مرحبا بكم ما تبقوش واقفين في باب الدار. ايوا كيف ما قلت لكم الدار واخا كانت صغيره وعلى قد الحال كانت متولة، وفرح كانت زرعة شي وريدات والدار دايراها بحال الجنة. كانوا الدار ديما نقية وريحة النقا في الدار. كانوا ناصبين شي غدا كان اللي شم ريحته يشهى ياكل معاهم. ايوا دخلوا جلسوا معاهم وفتحوه بالموضوع. هاد الوقت كانت فرح بالكوزينة. لالا طامو دخلت السلطان ومرتو جلساتهم في المرح وقالت ليهم: سمحوا لينا والله يجازيكم بالخير، لقيتونا الدار باقا مرونة شوية، زيدوا زيدوا اجيو للصالون تجلسوا. ايوا دخلاتهم للصالة وخلاتهم جالسين، ومشات دهشانة وكتقفقف للكوزينة وقالت الفرح: بنيتي، واش عرفتي شكون اللي جالس في قلب الدار؟ شكون؟ انا يديا كانوا مشغولين وما جيتش نطل. ذكرى السلطان ومرتو. انا هادشي ما فهمت فيه والو، والله من الدهشة حتى جلستهم في المرح وما عرفت ما ندير. كيفاش السلطان ومرتو؟ واش حنا عندنا السلطان ومرتو في الدار؟ وعلاش ياو؟ صافي سكتي سكتي بنتي، صايب لينا اتاي وجيبيه وانا غادي نمشي نجلس مع الناس، وجيبي معاك شويه ديال الحلوى راها كاينه في السطل اللي عندي فوق الكوان.
واخا صافي غير سيري صافي انا غادي نجيب اتاي ونجي. ايوا يا سيادي الناس دهشوا وما عرفوا راسهم باش تبلاو. مشات لالا طامو جلسات شويه وهي تدخل فرح الصينيه، وغير دخلات هو يشوف فيها السلطان ومرته وصلوا على النبي، وعاد عرفوا علاش ولدهم صمم. ملي شافوا الجمال ديالها عرفوا بلي هاد البنت السحر ديالها خاص، وفي نفس الوقت السلطان قلبه حن عليها وما عرفش علاش جاتو بحال اللي كيعرفها من قبل. ايوا يا سيدي الناس جلسوا وتحدثوا جبدوا الكلام حتى قالوا ليهم باللي طالبين بنتهم للزواج. ايوا هنايا لاله طامو فرحات وشافت الفرح اللي كانوا خدودها حمر وحاين يا عينيها الارض بالحشمه. شويه ناض السلطان وقف وقال ليهم بلي عنده ما يدار وما يقد يبقى جالس. ايوا هنا توادعوا. السلطانه سلمت على لاله طامو، كانت واحد المراه اللي متواضعه وزينها زوينه ومن بنات الشعب. ايوا يا سيدي مشاو خلاوهم غير كيخمموا وما عرفوا هادشي اللي طرا ليهم واش كيحلموا ولا بصح. ايوا جازو غير واحد الايام اللي قليله، هو يجي المرسول من القصر وطلب منه يحضروا في الحيط في القصر. لا طامو غير سمعت هادشي وهي تجهز ولبسات احسن ما عندها هي وفرح، وركبوا معاه في العربه ومشاو للقصر باش يعرفوا اش طاري. وغير وصلوا للقصر لقاو بلي الخدم كيساينهو بالحليب والتمر وكل شي كيحترمهم، وفرشوا ليهم الزرابي ودخلوهم للقاعة وجلسوا. شوية وهو يجي السلطان ورحب بيهم، وجات السلطانة وجاو بناتها وجلسوا حتى هما. الناس اللي في القصر كلهم كانوا كيشوفوا فرح وعجباتهم، وكلهم قالوا بين فيها مزيانة وقلبها طيب. هاد الوقت ما كانتش كاينه اختو ديال السلطان، كانت خارجه. شويه وهي تجي العربه ديالها ووقفت في الباب ديال القصر، نزلات ودخلوا معاها جوج ديال الخدم. وغير دخلات القاعه وغير تلفتات وشافت لاله طامو وهي طيح الارض. ما عرفوا الناس راسهم باش تبلاو. ناض السلطان وطلب منهم يجيبوا الحكيمه، هزوا السلطانه وداوها للبيت. جات لعندها الحكيمه وبدات كتسول لاله طامو قالت مولاي السلطان كيبان ليا جينا في شي وقت ما هواش، ودابا غادي نخليوكم غادي نمشيو. والله زيد فرحت الاخت ديالك. غير جلسي يا لاله طامو، انا اختي مسكينه من ديما مريضه وكطيح وهادشي ديما فيها، راه ماشي منكم ولا، هي من دائما حزينه وديما كتبكي وكنظن باللي عندها شي مرض نفسي. اي والله شافيها وخلاص قلبنا كيتقطع عليها وما عرفنا ما نديرو ليها. ايوا هذا هو الكلام اللي دار بيناتهم. شويه وهي تنوض اختو ديال السلطان ولقات الحكيمه حداها وهي تمد ليها الدواء وقالت ليها لا لا ها هو الدواء شربيه وغادي تولي شويه. لا 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 غير حيدي عليا داك الدواء، دوايا كاين في القاعه. ناضت وبقات خارجه كتجري حتى دخلت للقاعه وهي توقف. قال ليها خوها السلطان علاش جيتي اختي؟ كون بقيتي في بيتك ترتاح انتي مريضه. لا لا خويا انا دوايا كاين هنا، واليوم قررت غادي نهضر وما غاديش نبقى ساكته. الحزن اللي في القلب ديالي وفي الروح ديالي فات الحد ديالو. ياك لاباس اختي اش طاري؟ ناضت فرح ولاله طامو بغاو يمشي، امرتهم باللي يوقفوا. لاله طامو سيني شويه، انا بنيتي ياك لاباس؟ واش عارفه المراه اللي جابت لك البنيه في السوق؟ كيفاش؟ وكيفاش حتى عرفتي؟
أنا هي ديك المرا اللي في داك الوقت جبت لك ديك البنية رضيعة في داك الصابون ومديتها ليك. كيفاش بنتي؟ واش انت هي مات؟ وتلفتات عند فرح وشافت فيها. فرح دهشت والدموع نازلين من عينيها. دارت عند السلطان وقالت ليه: مولاي، واش عقلتي على داك الشاب اللي كنتي منعتيني نتزوج بيه؟ اييه، انا مولاي من مورا ما رفضتي، ملي سافرت انا ولله عبوش، مشيت لمدينة اخرى وتزوجنا انا وياه وحملت ببنية. بقيت مولاي في داك المدينة حتى ولدت بنتي. ملي رجعت قررت بلي غادي نعطيها لشي حد. لاله عبوش كانت كتقول لي نعطيها لشي عائلة عندها، ولكن انا بقيت كنسول في المدينة حتى وصلت للقرية اللي فيها لاله الطعم، والناس كلهم شكروها وعرفوها باللي عندها 6 البنيات ماتوا ليها، ومتشوقة تكون معاها شي وحدة اللي تونسها، وقررت نعطيها بنتي. مشيت لعندها بيدي، مديت ليها بنتي وبقيت كنراقب غير من البعيد. والمرأة ربت بنتي بكل حب، عمرها بخلت عليها بشي حاجة. كنت كندعي معاك ديما في الغيبة ديالي، ديما كنت كنبكي على بنتي وقلبي محروق عليها، لكن خفت نواجهك اخويا ونقول لك هادشي. عشت اكبر حزن في حياتي عليها اخويا، انا ديما مريضة. الضحكة هاجرتها من عينيا، والدموع هما اللي سكنوا خدودي. اللي كانوا في القاعة كلشي مصدوم. ايوا وهي تمشي وقفت حدا فرح وقالت ليها: بنتي، تسمح لي نعنقك. هنايا عنقات بنتها وبقات كتبكي. فرح حتى هي دموعها سالو. ولاله طامو كانت مشلوطة في هادشي، وعمرها توقعت ان هاديك البنت اللي رباتها من السلالة الملكية. ايوا يا سيدي، هنا دارت لعندها وقالت ليها: الله يجازيك بالخير، ربيتي ليا بنتي احسن تربية. كنت كنراقبك وديما كنشوف المعاملة ديالك معاها وما خليتي ما درتي عليها. الله يجازيك بالخير. اش غنقولك لاله؟ شتي فرح ضو عينيا، قطع من لحمي ونعطيها. عمرني ظنيت انني غادي تكون عندي شي بنية من بعد ما فقدت الامل، حتى عطيتيني بنتك وربيتها وكبرتها ونساتني. والنهار اللي طلبوا يديها السلطان قلت الحمد لله، غادي تكمل الرسالة ديالي حتى للآخر. ولكن شوف المكتب، سبحان الله. ايوا الامير حتى هو كان واقف واستغرب ملي عرف هاد الصدفة، واللي هاد البنت راها بنت عمتو. السلطان نض واقف وقال: وعلاش اختي خبيتي عليا هادشي كامل وعشتي هاد الحزن؟ واش اختي انا عمرني خليتك ناقصه شي حاجه؟ واش انا عمرني درت لك شي حاجه اللي خايبه لدرجه انك تنكري بنتك؟ الله يا اختي الله، دابا واخا نبغي نحاسبك فهاد الفوت والبنت ما شاء الله ولات عازبه. على داك الشي النهار اللي مشينا لعند لاله طامو للدار، غير شفت هاد البنت القلب ديالي حس بشي حاجه وجاتني بحال اللي كنعرفها. ويا شوف سبحان الله المكتب. ايوا الحمد لله اللي تلاقيتي مع بنتك. وسمحي لي يا اختي، سمحي لي لا كنت زيارتك حتى درتي هادشي وتحرمتي من بنتك هاد المدة كاملة. ايوا هنا سولها على الزوج ديالها وفين مشى. قالت لي جاها خبر الوفاة ديالو بواحد الحادثة ملي كانت حامل بفرح، وهادشي هو اللي زاد خلاها تعطي البنت وما تبقاش معاها. ايوا هنا عاد عرف السلطان اش داز على اختو واش دازو من ديك الراس. بقات فيه وكا حتى هو معاها. لاله طامو فرحات، اللي فرح عرفت بلي فرح جبرت امها وعائلتها مرقعة وغادي تعيش وسطهم أميرة
حيت هذا هو اللقب اللي يليق بيها، حيت فعلا كانت أميرة بالأخلاق ديالها وبالجمال ديالها. إيوا هنا يا سيدي قرب لعندها الأمير وشد في يديها وقال ليهم: إيوا دابا نساو علينا الحزن. آه، عمري ظنيت أنني غادي نتزوج بنت عمتي. إيوا خيرنا ما يديه غيرنا. إيوا هنا ضحك كلشي، وأمة فرح كانت فرحانة بزاف، أما فرح والقلب ديالها الطيب سمحت الأم ديالها وقالت ليها بلي الظروف اللي خلاتك ديري هادشي، ولكن هي كتحمد الله وتشكر اللي عاشت مع لاله طام، حيت كانت عندها فضل على أي واحد. إيوا يا سيدي فاتو غير الأيام، جهزوا للعرس وداروا عرس كبير طبعا، وحضروا فيه المدن القريبة والمدن البعيدة. وهنا فرح ولات وحدة من القصر، عروسة، وكانت بنت ختو ديال السلطان، يعني عرقها كاينين في داك القصر. طبعا خلات معاها لاله طامو وما فرطاتش فيها، علاقتهم كانت زوينة بزاف والحياة ديالهم كانت زوينة، وبقاو غاديين. ولدات فرح وكان وليداتها كلهم زوينين بحالها. الأمير كان فرحان بيها، والقصر الخدم اللي فيه كلشي كيحماق عليها حيت كانت طيبة مع كلشي. لاله طامو بقات معاها ومهلين في بعضياتهم. وهنا يا سيدي غادي نكون وصلت لنهاية الحكاية. نتمنى تكون عجباتكم ونساتكم، ونتمنى من الله ما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم في الحكاية وبالجيمات والتعاليق، لحقاش القناة كيف ما شفتوا طاحت بزاف. وسمحوا لي على هذا الغياب، ان شاء الله غادي نرجعوا بقوة، نبقى نحط لكم القصة نهارية ونهار لا. غير عندي شي ظروف هما اللي مخليني كنتعطل عليكم، وحتى نتوما وقفوا معايا باش القناة ديالي ما تطيحش اكثر من هكا. وشكرا بزاف ليكم، والله يجازيكم بالخير، واللي بقى معايا حتى النهاية الله يسهل الأمر ويعطيه ربي ما كيتمنى. وخليت ليكم الراحة، وفي أمان الله، إلى حكاية قادمة إن شاء الله. مع السلامة يا أغلى متتبعين.